السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اليوم حرفت لك في العشاء أو لا في الغداء، جيت باش نوجد معكم واحد الطويجين اللي كيجي ساهل وماهل وكيجي لذيذ بزاف بزاف. غادي نحتاجو بسم الله على بركة الله. عندي هنايا كفتة ديال السردين، عندي هنايا غير 200 غرام. السردين اللي شبرت زودت له القشرة ديالو وزودت له السنسور ديالو وطحنته. غادي نزيدو جوج ديال الحبات ديال الثومه، غادي نحكوهم، نعملو قزبر ومعدنوس، ملح حسب الذوق، عصير ليمونه، مغرفه صغيره ديال الفلفل الاحمر، بابريكا، مغرفه صغيره ديال الكمون، راس ملعقه ديال الابزار، راس ملعقه ديال السكنجبير الزنجبيل، شويه ديال الهريسه كتبقى اختياريه، راس ملعقه ديال الخرقوم السحتة. صافي غادي نخلط كلشي مع بعضياتو بسم الله. صافي من بعد ما خلطناها غادي ندوزو غنخليوها جانبا. هنايا غادي نعدلو التشارميله مع الكفته ديال السردين. عندي هنايا واحد بصله كبيره محكوكه، هنايا عندي جوج ديال المطيشات كبارين حتى هما محكوكين. غنضيفو لهم زيت الزيتون، ملح حسب الذوق. غادي نزيدو نفس المقادير اللي عملنا في الكفته، غادي نعملوهم طاجين ديالنا. الابزار، فلفل احمر، بابريكا، كمون، شويه ديال الخرقوم، ورق الغر او ورق سيدنا موسى، عصير الليمونه حامضه. اللي عنده الحامض المسيار تقدروا تعملوا قشور ديالو تقطعوه بستيتوين، واحد الريش ديال الثومه، غنزيدوا شويه ديال السكنجبير. انا غادي نعمل هاد الفلفله هادي قزبر ومعدنوس، وغادي ندي الطاجين ديالي يتشحر هادشي كامل مع بعضياته مزيان. هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما غلا معنا على هاد الشكل هذا، انا ما زيدت له لا ما لا حتى شي حاجه. طبيعه الحال خصكم هنايا تبقاو تقيسوا على حساب الملح واش هي هذه معكم او لا. هنايا انا غادي نزيد له هنايا شي حاجه ديال صوص طوماط. اللي ما عندوش تقدروا تعملوا ليشه المركزه، تعملوا واحد مغرفه، ولا كان ناقص الملح غادي تزيدوا منه الملح. صافي غادي نكور الكفته ديالي كامله على هذا الشكل هذا. هنا بالنسبه للكفته ديال السردين خصها تكثروا لها في العطريه باش ما كتبقاش زعيقه، باش العطريه كتغلب عليها واحد شويه. صافي هنايا غادي نزوقها بالزيتون بحال هكذا، ومن بعد غادي نردها الطيب وغنبقى ساعه وانا كنقلب ديك الكويرات ديالي باش يطيبوا من كل جناب. وما غنزيدوا لا شي دابا الماء مره حتى تعاود تغلي. الا كان ناقصنا باقي خصنا نزيدوا الماء، ناقصنا الماء غادي نزيدوا شي ربع كاس ديال الماء. صافي غادي نغطيها وغادي نردها الطيب. وهنايا كيف ما كتشوفوا هذا هو الطويجين ديالنا. هنايا ما زيدت له حتى شي قطره ديال الماء، طاب بديك الماء ديال البصيله وديال المطيشه، جا على هذا الشكل هذا كيجي هكذا يعني خاطر معلق، كيجي روعه. عرفتي كيجي لذيذ 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 لذيذ، يا سلام. واحد المذاق ديالو ما تصوروش كيفاش كيجي كيحمر. كنتمنى حبيباتي من كل قلبي تجربوه ويعجبكم. وحتى هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. خليتكم في امان الله حتى الفيديو الاخر ان شاء الله يا ربي.